مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إقامة مهرجان كندرة كاودا بحفاوة. المجلس المركزي لجمعية معاقل الحرب الإريترية يعقد اجتماعه الدوري. اجتماع تقييمي لبرنامج الادخار والقروض المصقرة بإقليم عنسبة. ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند وتوقفها عن شراء النفط الروسي. الرئيس الصيني يدعو إلى عالم عادل متعدد الأخطار. تحذير روسي من انتهاء القيود على القوى النووية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيم مهرجان كندرة كاودا السنوي التابع لقوميتي النارا والكوناما في ضاحية تاودا التابعة لمديرية غونيا بحضور حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حروية وقادة الجيش في المنطقة ومسؤولي المؤسسات الحكومية بالإقليم. أقيم المهرجان في الفترة من 28 من يناير المنصرم وحتى اليوم الثالث من الشهر الجاري، حيث ازدهر المهرجان بمشاركة سكان إدارة ضاحية تاودا والقرى المجاورة من قوميتي النارا والكوناما متزينين بالأزياء التقليدية. وأوضح مدير عام قسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح في الكلمة التي ألقاها أن مهرجان كندرة كاودا من التقاليد الثقافية الكبيرة التي توارثتها الأجيال، وأنه يجري العمل بعمق بالتعاون مع لجنة أبحاث التقاليد غير المادية لقومية الكوناما من أجل توثيق وتوريث تفاصيل فعاليات المهرجان بشكل ممنهج. وأشار الأعيان بدورهم بأن مهرجان كندرة كاودا هو من الثقافات العريقة والتي يفتخر بها أفراد قوميتي الكوناما والنارا، ويتم إحياؤه سنويا بمشاركة عالية بفضل التنسيق بين إدارة الإقليم ومفوضية الثقافة والرياضة. هذا ويحظى مهرجان كندرة كاودا بقيمة عالية لدى قوميتي الكوناما والنارا، ويشمل مهرجان كندرة كونا الذي يجري في شهر سبتمبر في ضاحية كونا التابعة لمديرية بارونتو، ومهرجان كندرة كاودا الذي يقام في شهر يناير بضاحية تاودا التابعة لمديرية غونيا. عقد المجلس المركزي لجمعية معاقل الحرب اجتماعه الدوري اليوم الثالث من فبراير الجاري لتقييم أعماله خلال عام 2025، والذي أشار فيه إلى إنجاز أعمال ناجحة ضمن الجهود التي تبذلها الجمعية لتحسين الوضع الاقتصادي للأعضاء. وأوضح رئيس الجمعية السيد فساهي تسفى ميكائيل في حديثه أن الجمعية تمكنت من إحداث تغيير فعال في تحسين حياة الأعضاء ووضعهم الاقتصادي بالتنسيق مع فروعها والشركاء. وأشار السيد فساهي إلى أن الجهود التي بذلت بالعمل بالتنسيق مع وزارته الثروة البحرية والزراعة وشركاء آخرون عززت إمكانيات الجمعية وأعضائها. كما تم استعراض تفاصيل الأنشطة بالتقارير المصحوبة بالصور والإحصائيات، وتمت مناقشة خطة عمل عام 2026. وأوصى المشاركون بعد مناقشة التقارير التي قدمت وخطة عمل عام 2026 بالعمل على متابعة الأعمال المالية والإدارة الجادة للموارد البشرية، بالإضافة إلى متابعة وتقديم الإرشادات للأعضاء المقترضين واسترداد الديون. أفاد فرع برنامج الادخار والقروض المصقرة في إقليم عنسبة خلال اجتماع تقييمي عقد بمدينة كرن بأنه يعمل على تشجيع الأقراض الجماعي من خلال تكثيف جهود التوعية المجتمعية. أوضح مدير فرع المؤسسة بالإقليم السيد جيتو أمها بتسيون أن الهدف الأساسي للبرنامج يتمثل في توسيع نطاق المؤسسات المصقرة وتنمية القطاع الخاص وضمان مصادر دخل اقتصادية مستدامة للمواطنين، مشيرا إلى أن المؤسسات تولي اهتماما خاصا بتمكين النساء اقتصاديا وزيادة استفادتهن من خدمات الأغراض. وبين أن المواطنون في 9 مديريات من بينها منصورة وسلعة استفادوا من البرنامج، حيث تشكل النساء أكثر من 55% منهم. كما أشار إلى أن نسبة سداد القروض بلغت نحو 8%. من جانبهم دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في تحصيل القروض وتشجيع القروض الجماعية عبر الدراسات والمتابعة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المستفيدين عبر الإدارات المحلية. وفي كلمته أكد المسؤول المؤقت للمكتبة المركزية لبرنامج الادخار والقروض المصقرة السيد تافلا أسمروم أن المؤسسة تشهد توسعا متواصلا في أنشطتها. بدوري أشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بالدور الذي تقوم به المؤسسة في تمكين المواطنين من الحصول على فرص القروض وتحسين مستوى معيشتهم، داعيا إلى العمل الجاد لضمان استفادة كل المواطنين من البرنامج، حثا المستفيدين لاستغلال الفرص المتاحة لهم بشكل سليم. يذكر أن برنامج الادخار والقروض المصقرة في إقليم عنسبة يمتلك 133 بنكا قرويا يخدم أكثر من 10,000 عميل في مناطق حقات وكرن وحمل مالو وإلى برد.
تبذل جهود حثيثة لضمان تقديم الخدمات المتكاملة في مستشفى أقرداته من خلال تطوير وتوفير الموارد البشرية والمادية. وأوضح مدير المستشفى الدكتور سجن جيتو أوما أن المستشفى يقدم فحوصات وخدمات أساسية عالية الجودة، وأن زيادة القدرة على توفير الكوادر المتخصصة والمعدات قد حسنت من جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أنه يجري إنشاء مبنى إضافي بالتنسيق مع اللجنة الصحية بالمديرية. وبفضل وعي المجتمع والعدد المتزايد للمهنيين والمعدات الطبية في المستشفى، تمت ولادة أكثر من 1300 امرأة حامل في المستشفى خلال العام الماضي. عقدت جمعية جماهير الساحل اجتماعها السنوي في الفترة من 30 من يناير وحتى الأول من فبراير في بلدة قنشوة بمديرية فعبد. وأشاد مدير مديرية فعبد السيد أحمد محمد نور رجب خلال كلمته في هذه المناسبة بمنظمي الفعالية، مشيرا إلى الأهمية التاريخية للموقع خلال كفاح التحرير وصمود أهله. وزار أعضاء الجمعية منطقة مفقر قليل في نارو أنس، حيث كانت تحتضن قسم الإدارة المدنية للجماهير من عام 1975 وحتى الإسحاب الاستراتيجي. وخلال التقييم نوقشت أنشطة الجمعية خلال السنوات 24 الماضية بالتفصيل. وقامت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية ورئيسة مجلس إدارة جماهير الساحل لؤول قبر أبا بتوزيع الهدايا على الفائزين. في ختام الفعالية تبرعت جمعية جماهير الساحل بمبلغ 10,000 نقفة لغرس أشجار الشهداء في ساحة مدرسة الشهيد عبد الرحمن حجي. هذا وتضم جمعية جماهير الساحل التي تأسست عام 2002 بمناسبة اليوبيل الفضي لتحرير مدينة نقفة 170 عضوا. تم تنظيم دورة في الإدارة والقيادة ل 177 طالبا مشاركا من جميع المدارس الثانوية على مستوى اللجان التنفيذية بالمدارس في الفترة من 26 وحتى 31 من يناير المنصرم في مدينة كرم. وأفاد مسؤول متابعة التنظيمات الشبابية في فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في إقليم عنصبة أن التدريب شمل مفاهيم الإدارة والقيادة والسياسة والأيديولوجيا وعلم النفس والنجاح ومفهوم الوطن والوطنية وأساليب التخطيط والتقييم، بالإضافة إلى إدارة الوقت وتقنيات التواصل. وقام المتدربون بزيارة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية في مدينة كرن وحولها كجزء من البرنامج التدريبي وتلقوا إحاطات من خبراء من قسم السياحة. وذكر مسؤول فرع الاتحاد بالإقليم السيد الزازي برخت أبا أن البرنامج تم تنظيمه وفقا للخطة الاستراتيجية الخمسية التابعة للاتحاد، وحث المتدربين على لعب دور مؤثر في مدارسهم والمشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والوطنية. وأشار حاكم إقليم عنصبة السفير عبد الله موسى إلى أن بناء الوطن عملية متتالية تعمل عليها الأجيال، وحث على استمرار حملة التوعية والتدريب والتعليم للجيل الجديد بطريقة متكاملة لتوريث القيم الاجتماعية والوطنية وتوجيه الشباب ليصبحوا منتجين. في غضون ذلك نظم قسم الثقافة والرياضة في إقليم القشبركة دورة تدريبية لأكثر من 40 رياضيا قدموا من 13 إدارة مديرية إدارة ضاحية في أقرداته لتعزيز قدراتهم في الإدارة والقيادة. وركز التدريب الذي استمر 5 أيام على مهارات القيادة وإدارة الأعمال الجماعية والتواصل الفعال والإدارة الذاتية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الوقت وفض النزاعات بحسب ما ورد من وكالة أنباء الرينا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند بعد اتصال مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيرا إلى أن نيودلهي وافقت على التوقف عن شراء النفط الروسي وقت الصعيد عنه بنفط فنزويلا. جاء الإعلان عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأوضح ترامب أن مودي وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي وتعهد بشراء كميات أكبر من النفط من الولايات المتحدة الأمريكية وربما من فنزويلا. وأشار ترامب أيضا إلى أن مودي تعهد بشراء منتجات أمريكية بقيمة تتجاوز 500 مليار دولار تشمل الطاقة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها. ويعد تنفيذ هذا الاتفاق تحديا كبيرا، تستورد الهند نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الروسي حتى بعد أشهر من فرض ترامب رسوما جمركية عقابية على السلع الهندية. ويشكل النفط الروسي أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند من النفط. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لضيفه رئيس أوروغواي ياماندو أورسي أن البلدين يجب أن يعملا معا للمضي نحو عالم عادل متعدد الأخطار بشكل منظم. ووقع البلدان اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة من بينها التجارة والبيئة. وتعد زيارة أورسي الأولى من زعيم أمريكي جنوبي إلى العاصمة الصينية منذ إلقاء الولايات المتحدة القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في يناير الماضي.
ونقل تقرير إعلامي عن شي قوله أن الصين تدعم دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية للمساعدة في تهدئة الأوضاع الدولية. وأضاف شي أن الصين وأوروغواي يجب عليهما التعاون للمضي نحو عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من انتهاء سريان معاهدة نيو ستارت من دون إيجاد بديل لها، لأنه وللمرة الأولى ومنذ مطلع السبعينيات لن تكون هنالك قيود على القوى النووية الكبرى، وهو ما يجب أن يثير قلق العالم. وقال ميدفيديف لوسائل الإعلام: لا أريد أن أقول أن هذا يعني على الفور كارثة وبدء حرب نووية، ولكنه لا يزال يثير قلق الجميع. وأوضح ميدفيديف أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دورا حاسما ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النيات وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى. يذكر أن معاهدة نيو ستارت كانت قد وقعت منذ عام 2010 بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية. في الخبر الأخير، أجلت السلطات المغربية أكثر من نصف سكان مدينة القصر الكبير شمالي غربي البلاد بعد أن هددت فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع بإغراق المدينة بحسب وسائل إعلام رسمية. وشملت عمليات الإجلاء 50,000 شخص من هذه المدينة التي تقع على بعد حوالي 190 كيلومترا شمال الرباط. وقامت السلطات ملاجئ ومخيمات مؤقتة لإيواء المتضررين القادمين من القصر الكبير، ومنعت الدخول إلى المدينة مع ارتفاع منسوب المياه في نهر لوكوس الذي قمر عدة أحياء. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم مهرجان كندرة كاودا بحفاوة كبيرة. المجلس المركزي لجمعية معاق الحرب يعقد اجتماعه الدوري. اجتماع تقييمي لبرنامج الادخار والقروض المسقرة في إقليم عنسبة. ترامب يعلن اتفاقا تجاريا مع الهند وتوقفها عن شراء النفط الروسي. الرئيس الصيني يدعو إلى عالم عادل متعدد الأخطار. تحذير روسي من انتهاء القيود على القوى النووية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.